السلام عليكم. اليوم راح نتحدث عن الجزيرة العربية السورية وعن أهل الجزيرة العربية السورية. اليوم يا أخواننا يا أبناء الجزيرة العربية السورية الذين تعانون العطش والجوع وتعانون الذل والقهر والحرمان، أطالبكم اليوم وسألخص لكم في عجالة ربما لا يتجاوز الدقيقتين على الأكثر منذ بداية هذا الفيديو. نطالبكم بأن تثوروا من أجل كرامتكم. لن يمر عليكم وضع أسوأ من هذا الوضع، صدقوني تماما. أنتم تعانون الذل وتعانون الجوع وتعانون العطش، وقد ابتليتم بعصابة تصرح بين الفينة والأخرى بأنها تريد دستور يضمن حقوق الأكراد وتريد دولة علمانية، وأن لديها من المقاتلين الأكراد ما يكفي، وأنها ليست بحاجة لأي المقاتلين العرب، وأن مظلوم عبدي لا يمون إلا على هذه الثلة المرتزقة من المقاتلين العرب. هل هناك ذل أكثر من هذا الذل؟ هل هناك إهانة أكثر من هذه الإهانة؟ هؤلاء الذين يسرقون خيرات بلادنا وخيرات الجزيرة ويذهبون يوزعونها من أجل الفتن ومن أجل شراء ذمم، مرة في جبال الساحل ومرة أخرى في جبل العرب، وكلها لا تخدم سوريا ولا تخدم قضيتنا ولا تخدم الجزيرة، وهي من أجل الفتن. رفعوا عليكم سعر الأمبير بعد أن قطعوا عنكم الكهرباء، قاموا برفع سعر الأمبير من $12 إلى $20. قللوا عليكم الخبز ورفعوا سعره، وأعطوا كل 5 أشخاص ربطة خبز وكل 10 أشخاص ربطتين خبز. يعني ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ إنهم فقط يحتاجون أن يحصوا عليكم على الأنفاس التي تتنفسونها. هل تريدون أن تصلوا هذه المرحلة؟ هل تريدون أن يراقبوكم في غرف نومكم؟ ثوروا لكرامتكم، ثوروا للبنات العربيات الذين بدأنا يعملن نادلات في المطاعم وفي المقاهي. مع الأسف الشديد، يعني هل رأيتم قبل اليوم وقبل كانت امرأة تقوم بعملية أو عامل حمل وعتالة؟ اليوم هناك نساء عربيات يعملن في الحمل والعتالة، وهذا يتنافى تماما مع طبيعة وقوة المرأة. يعني الآن ماذا تنتظرون؟ أتوجه إليكم الآن وقبل غدا، ثوروا لكرامتكم، وإلا ستندمون ندما شديدا. وأرجو أن تكون رسالتي وصلت، وآسف وأعتذر للإطالة. شكرا لكم.